ابيا ناس، هي دي فيوتشر اللي اتعادلت مع الاهلي. الزمالك الفرقه هاكا يا ناس يفوز على فيوتشر 2-1 ويتعادلوا مع نحني. كل هالفرق هيركبها جن قدام الاهلي. برازيل واسمر برقصوا صمبا. ايه برازيل واسمر برقصوا صمبا. ايه ولا فيها صديق. هي اللي فيه. هتتجنن وليا. لما انت عايز تكسب فيوتشر كلم من نادي الزمالك يا رن علي اديك التشكيل. فيوتشر دي فياب يا زيدان، واي فرقه في الدوري المصري جهه كحرتي هركبها الشلاحه والملاحي. وانت هتسمي ده فوز يا صديق؟ انت قدرت تكسبي؟ ده انت متعادل معاها بالعافيه، ده هي كانت تكسبها. شغل اللي تحت الترابيزه بطل يا صديق. طب الهدف الاول ونقوله ماشي، والهدف الثاني ده اللي حطوه لك في نفس ابو جبل شغل تحت الترابيزه. في حارس مرمى تخش له ده الكوره يا صديق. ما شافهاش يا ابو جب، ما شافوها. ده هو شافها في رجله وخبطت وخشت. شفت انت وبنزي لما لف وشاطها زي ده وجابها في الجون يا زيدان. عايز تقوم لك هنا تقول ابو جبل فلت وابو جبل ما فلتش. نحن الزمالك يا باين قوي الشغل ده يا صديق. وبعد كده انت فرقتك دي ما تنافسش يا صديق. ده انت فزت دعاء والدين ودعاء الجمهور يا صديق. ده فرقتك دي انت تحت الخلاط خالص واقعة كيا واقعة وانا النهارده كسبان. كيا فرقة كسبانة اقول عليها واقعة. فيوتشر دي مش اتعادلت معاك وعملت معاك القلاشي. ما فرق الدوري كلها يا صديق هتجي قدام الاهلي وتعمل نفسها الكونغو كو. انما يجي قدام الزمالك يفوضوا ماتشات. كل لاعب عندكم الفرقه انتوا يشغل له الشغل بتاعته تحت الترابيزه زي كده ويمشي لكم الماتش عشان فرقه واقعه. امال انتوا صارفين مليارات وفرقة المليار وفرقة عشان هي تتعادل مع فيوتشر. اهو كده الشغل ارقص لكم يا. اما انت بتعادل مع المقاولون يا صديق ما قلناش حاجه احنا. الرك على اخر الدوري يا صديق. مش دلوقتي افرح لك شويه انت بس. انت عارف الاهلي لما قاعد يسافر قدام ما حدش هيقدر يوقفه. يسافر صح. هو هيسافر ان شاء الله السنه هيسافر ومش هيجي تاني خالص. عموما يومين ثلاثة ومتمتع عينك في عمك الاهلي هو هيلعب. شغل الحواري بتاعك ده يا صديق ما ينفعش. دي مش كورة، ده بلوزة. خد انت فزت دعاء والدين. اتفرج على عمك الاهلي اليومين اللي جايين يا معلم. روح خليها تعصر لك ليمونه. روح بالاهلي بلا ما اهلش شيء. خلاص الزمالك راجع، انسى الكلام ده تعبان. 10 ده على 10 يا زمالك. بس بصراحه يا مدرب نحن تعبني يعني. عنقاوحوا مع الاهلاوي بس هم برضو في حته ونحن في حته ثانيه. اقول لك يا مدرب يا ولد عمي نحن حالتنا واخد بالك في النهارده كانت تصعب على الكافه. فيوتشر لعب الكوره احسن مني. نحن ما هوش اهم حاجه عندنا النتيجه، نحن اهم حاجه عندنا الاداء. وحط لك تشكيلك دي انتوا واخد بالك والتعبان طلعوا. عندناش عواطف احنا ابو خالو، ما تضايقوناش في الكوره. ها